بس عارف بقى يا صديقي إن في حاجتين لو خدتهم ممكن يساعدوك جدا في أعراض الانسحاب. رقم واحد ال NAC أو ال N-أسيلستين بيقلل الإدمان وتقلبات المزاج. رقم اتنين ال L-تيروسين وده بيرفع الدوبامين الطبيعي وبيخليك مركز ومتحمس. الاتنين دول مع بعض لو خدتهم يا صديقي هيعملوا لك دعم نفسي ودعم كيميائي في المخ. يعني بدل ما جسمك ينهار وانت بتبطل انت هتبقى بتديله طوق نجاة. بس لازم تبقى عارف يا صديقي ان مفيش حاجة اسمها ان انت تبطل عادي. الاسهل والاحسن بكتير لمخنا ان احنا نبدل العادة. فلو انت بتبطل سجاير هتبقى ايه هي خطة التغيير بتاعتك؟ رقم واحد، لازم ان احنا نحدد المحفز، ايه اللي بيخلينا نشرب سجاير. رقم اتنين، ان احنا نشوف هنبدل عادة التدخين باي عادة تانية. وكمان يا صديقي ما تنساش تحط في الخطة ان انت هتبقى محتاج تكافئ نفسك. وممكن يا صديقي تحاول تبدأ بخطوات سهلة وبسيطة. فبدل نفس السيجارة نحاول ناخد نفس عميق من مناخيرنا، او كل ما تحس ان انت عايز تشرب سيجاره تاكل لبان بالنعناع او بالمستكه، او ممكن تجرب تتمشى او تسمع شويه مزيكا يخلوك اهدى. السجاير هي عقده ثلاثيه بس تقدر تفكها يا صديقي بالعقل وبالمكملات. فالعقل والان اي سي والال تيروسين ممكن يكونوا اصدقائك في رحله الاقلاع. قول لي في الكومنتات ايه اكتر وقت بتحس فيه انك عايز تولع سيجاره وبدلت الاوقات دي بايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو.